اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم النهاردة عظمة بجد. زي ما انتوا شايفين بقى هعمل معاكم طاجن مكرونة بالسجق، بس حاجة كده جوسي وروعة جدا، اللهم بارك، هتعجبكم بإذن الله. يلا بينا بقى على الطريق عشان نعرف احنا عملنا ايه. انا معايا بقى نص كيلو من السجق البلدي. في ناس بتقول عليه صدق وفي ناس بتقول سجق، احنا بنقول سجق تمام. معايا بصلايه كبيره متقطعه، معايا فلفل اخضر، لو انت عندك فلفل الوان قطعي مع الفلفل الاخضر، بس ما كانش متوفر عندي. معايا بشره طماطميه واحده كبيره ومعلقه توم كبيره، السجق عموما بيحب التوم. هنا بقى كنت بقطع السجق، بس انا بصراحه سبته فك شويه. مفروض لما تيجي تقطعيه يبقى متلج عشان يتقطع معاكي بسهولة ما يتهريش. بس مش مشكلة، المهم احنا عملناه وبقى كويس الحمد لله. بس لما تيجي تعمليه يعني حتى لو انت جايبه صابع سيبيه في الفريزر شوية. تمام. انا بقطعه صغير لان لما بحطه كبير في الاكل بنتي ما تحبش تاكله، فانا بحب اقطعه صغير. بس برضو ما قطعتوش صغير قوي، خليته وسط كده. تمام. التقطيعه اللي تحبيها بقى، لو انت عايزه تسيبيه بحاله مش مشكله، عايزه تقطعيه براحتك. وهنا بقى كنت خلاص خلصته. وهنا بقى حطيت الطاسه بتاعتي تسخن كويس جدا، وبعدين هنزل بقى بكميه السجق اللي انا مقطعاها، اخليها تاخد صدمه كده. زي ما انتوا شايفين بقى اديها تقليبه واحده بس، وبعد كده هسيبها، هي ما بتتقلبش كتير. بس انا ما حطيتش اي حاجه في الطاسه خالص، هي الماده الدهنيه بتاعتها بتنزل منها فيها، بيبقى فيها كميه دهن، فانا ما حطيتش اي زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. زي ما انتوا شايفين اصلا ما شاء الله هي نزلت اصلا الماده الدهنيه اللي فيها. وبالنسبة للتوابل برضو احنا ما بنحطش فيها توابل كتير، لان هي بيبقى فيها توابلها. بنحط رشة ملح وفلفل اسمر بس. دلوقتي بقى انا بعد ما غيرت لونها كده هديها تقليبة على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين ما تقلبوش كتير، بالراحة خالص عليها عشان بس ما تنهرش مننا. وبكده خلاص بقى هنزل بالبصلاية بتاعتي اللي انا مقطعاها، هديها تقليبة واحدة فيها، وبعدين هنزل بالثوم. كده خلاص بقى هنزل بمعلقة الثوم برضو اديها تقليبة معاها. عايزه اقول لك اللهم بارك، الريحه كانت جميله جدا ما شاء الله. ريحه السجق حلوه جدا. اهم حاجه بس لما تيجي تشتري اشتري من حد موثوق فيه. كده خلاص هديها بقى رشه الملح والفلفل الاسمر. ما تكتريش لان هي فيها توابلها، زي ما انا قلت لكم الملح برضو انا حطيت سنه صغيره خالص. هديهم بقى تقليبه وانزل بالفلفل. كده خلاص بقى هنزل بالفلفل، اديلهم تقليبه برضو، وبعدين ننزل ببشره طماطم. وبكده بقى خلاص هنزل ببشر الطماطمية بتاعتي واسيبهم بقى على النار كده 5 دقايق مع بعض كده يستووا. ممكن تزودي شوية مية صغيرين خالص، مية مغلية، حوالي ربع كوباية. وممكن لأ، بس هي كانت فيها كمية سوائل كويسة، فانا مرضتش ازود مية يعني. تمام. هسيبها بقى على النار 5 دقايق، وعلى ما هي تستوي كده نعمل البشاميل بتاعنا في السريع كده. انا معايا بقى كيلو من اللبن وكيس خلطة بشاميل اللي هي الجاهزة، انا اول مرة اجربها في حياتي. انا على طول كنت بعمل بالدقيق والسمنة على طول، بس بصراحة كنت مستعجلة فقلت يلا كله في السريع كده. معايا كيلو من اللبن على كيس من اللي هي خلطة البشاميل ده. الكيس عايز كيلو لبن بالظبط، بيطلع القوام بتاعه مظبوط جدا. هديهم بقى تقليبا دلوقتي، ده كله على البارد، اللبن بتاعي ده ساقع ومش مغلي قد كده. هديلهم بقى تقليبه كويسه كده، وبعد ما الخليط ده يدوب هشغل النار. بس اهم حاجه تقلبيه على البارد الاول عشان ما يكلكعش معاكي، عشان لو انت قلبتيه والنار شغاله هيكلكع. فانت تقلبيه على البارد وبعد كده تشغلي النار. تمام. برضو ما تحطيش فيه ولا ملح ولا فلفل اسمر، لان فيه توابل وفيه كل حاجه، ولا مرقه، وفيه كل حاجه. بس بصراحه طلع طعمه حلو يعني، انا كنت اول مره اجربه بس طلع كويس. هنا بقى قلبت كويس جدا، قعدت اقلب لحد ما خلاص ما شاء الله البشاميل بتاعي تقل وبقى جميل جدا استوى.
اول ما يعمل فقاعات كده معاكي ويبدأ يغلي بتقفلي عليه كده، خلاص بيبقى استوى. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. شايفين قوامه طلع حلو جدا بصراحة. تعالوا بقى نعمل الطاجن بتاعنا كده في السريع من غير ما نبهدل مواعين ولا كلام فاضي من الكلام ده، احنا مش فاضيين يا جماعة. انا سلقة مكرونة قلم، هنزل عليها بالسجق وهنزل بالبشاميل كمان عليهم واديهم تقليبة محترمة. زي ما انتوا شايفين كده، انا سبت شوية بس مش عارفة انا سبتهم ليه بصراحة. بس انت لو كده بتيجي تعمليها حطي البشاميل كله. تمام، هديهم بقى تقليبة كويسة جدا. شايفين، عايزة اقولك والله العظيم ريحته تهبل روعة. بعد ما اقلبهم كويس بقى هنزل بقى في الطاجن بتاعي. شايفين ده روقان. وشويه البشاميل اللي انا سبتهم دول هنزل بيهم على المكرونه، بس انتي ممكن تحطي كله على بعضه ما تسيبيش شويه يعني. هوزعهم بقى واديها رشه جبن كده على الوش عشان تاخد لون حلو. كده خلاص انا عندي جبنه موتزاريلا كده، هديها رشه كده على الوش عشان تخلي الطاجن بتاعنا طالع لونه حلو. لو مش عندك جبن ما تحطيش حاجه خالص ودخليها الفرن على كده. طبعا بندخلها على فرن ساخن جدا، هي ما بتاخدش وقت، يعني 10 دقايق بتكون خلصت، لان كل حاجه مستويه اصلا فيها. شايفين بقى اللهم بارك الجمال ده. عايزه اقولك بجد والله ريحتها قلب الشقه، وطلعت جوسي وحلوه جدا. شايفين ما شاء الله، شايفين المطه بتاعت الجبن، حاجه دلع من الاخر بصراحه. شايفين اللهم بارك. يا رب الفيديو بتاعي يكون كده عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واقول لكم دمتم سالمين في رعايه الله.